السلام عليكم حبايبي حبايب مطبخ الكبيرة. النهاردة هنعمل أكلة حلوة كده، والناس أغلب الناس تعرفها وبتحبها. هي عبارة عن دقيق ومية وملح بس. يا ترى ايه هي المخروطة. المخروطة دي أنواع طبعا. هنعمل منها اللي هو الحادق النهاردة، بيتاكل أو بيتاكل مع العسل برضو، بس في نوع منها بيعتبر حلو يعني، بيتعمل في صواني. ده عجينة مختلفة خالص، بتتعجن بالبيض واللبن. لكن ده العجينة بتاعتها بتتعجن بمية وملح وفقط بس. هعجن العجينة كويس خالص كده. العجينة بتبقى متماسكة، مبتبقاش طرية. هحاول اعجنها كويس. هنا بس المفرش عكسني طبعا، مش نافع خالص في العجين. آه، آه، هاخد العجين كده وهعجنه على الرخامة كويس. أكلة من الأكلات تعتبر التراث، يعني من زمان، وإحنا يعني كنا نشوف جداتنا وأمهاتنا كانت بتعملها. عجنت العجينة كويس كده كده، وبعد كده هقطعها لقطع صغيرة كده، علشان أريحها 5 دقايق بالظبط، علشان أعرف أفردها. الحكاية يعني سهلة ليه؟ عشان زمان كانوا بيعملوها على اليد. دلوقتي بعد المكنة أصبحت سهلة جدا. أي حد مش عارف حتى يفرد العجينة. هي أصلا العجينة بتتفرد زي الفطيرة كبيرة، وبتتلف وبعدين بتتقطع كانت بالسكينة. دلوقتي احنا بنعملها قطع صغيرة كده، وممكن نفردها على المكنة لو مش عارفين يعني نفرد، او ما فيش مكان حتى عندنا نفرد. بنفردها على المكنة دي بتاعة المخروطة، وبعدين بنقطعها في المكنة. ليها كذا شكل، يعني بتطلع شكل عريض وشكل رفيع حسب ما انتوا عايزين. بتتاكل بايه دي؟ بتتاكل اما يترش عليها سكر ناعم او عسل اسود او جبنة قديمة، يعني هي كده بتتاكل بالطريقة دي. غير التانية اللي هي قلت عليها بتتعمل في الصينية دي، بتتعجن بالبيض واللبن وليها شربات، ويعني قصة تانية خالص. بس هي نفس فكرة العجن والقطيع بالمكنة والكلام ده يعني. الأكلة دي يعني نعملها في البيت. بتتباع برا، يعني في ناس بتعملها وبتبيعها في الشوارع كده حتى. لكن احنا نعملها في البيت سهلة جدا ومفيدة، ونعملها لأولادنا وبتطلع كمية حلوة وكل حاجة. وممكن حتى نعمل كمية ونحتفظ بيها في أكياس في الفريزر، ولما نيجي نخرجها نسخنها على البخار. احطها في حلة المخروطة، هحطها في حلة البخار او مصفى كده على حلة عادية، واسخنها تسخن وترجع زي ما هي يعني. بدل ما انا يعني كل شوية اعمل، ممكن اعمل لي كيسين 3 احطهم في الفريزر، ومنين ما انا احتاج اطلع كيس واسخنه على البخار زي ما قلت لكم. بفرد هنا العجينة ريحت اهي. باخد من اول الكور اللي انا قطعتها الاول، باخدها بفرد الكورة، باخد بالواحدة كده افردها، وبعدين اقطعها كده نصين، او لو كبيرة ممكن اقطعها كذا جزء يعني، علشان لما افردها على المكنة او اقطعها على المكنة متبقاش عريضة، يعني تبقى مناسبة لحجم المكنة يعني. بس بنفرد بالفرادة دي، بنشابة، بأي حاجة عندك افردي بيها. دي أسهل طريقة على فكرة، لأن في طريقة تاني بنفرد بالنشابة الكبيرة، بنعملها فطيرة كبيرة خالص وهكذا يعني. الطرق دي يعني حسب ما انتي تشوفي أسهل حاجة، أسهل طريقة ممكن تعمليها بيها. لكن في الاخر يعني الحكاية بسيطة جدا وسهلة. اعملي حاجة حلوة كده في البيت لولادك، اكلة تعتبر من التراث يعني. ادي مكنة المخروطة تسهل عليا كل حاجة طبعا. بعد ما انا فردت وقطعتها بالسكينة كده جزء صغير اهي، بنزلها من المكنة، بتنزل بكل سهولة. بس اهم حاجة احط دقيق كتير. يعني انا عملت الفطيرة اهي، رشيت عليها دقيق قبل كمان ما احطها. ادي حلة البخار. مش عندك حلة بخار، ممكن مصفى تحطيها على حلة فيها مية عادي، ما فيش مشكلة. بس تكون البخار ما بيطلعش من الجوانب بتاعتها، علشان هو ده اللي هيسوي لي المخروطة. وعندي قماشة بيضة كده نظيفة، او شاشة او اي حاجة، بس تكون مخصصة يعني ما بعملش بيها حاجة غير الاكل.
وايه في الغربال السلك ده بنزل منه الدقيق الزيادة واحطها في حلة البخار بعد ما غلت طبعا وطلع منها البخار. استوت اهي. بعد كده بحط لها طبعا سمنة. السمنة دي حسب طبعا، احلى حاجة السمنة البلدي، لكن ما عندكش سمنة بلدي حطي اي نوع سمنة عادي ما فيش مشكلة يعني. بس هي طبعا من الاكلات اللي بتحب السمنة البلدي. حط لها كده سمنة، وطبعا هي سخنة خالص انا مش قادرة احط ايدي فيها، فبحاول كده ايه ان ندخل فيها السمنة بقدر المستطاع، وكل واحد بيحط حسب طلبه يعني مش لازم اقدر. وبألف هنا وشفا، جميلة جدا اهي زي الفل. ومعاها الجبنة القديمة لذيذة والعسل الاسود. وبألف هنا وشفا يا رب. يا رب كده تكون الطريقة يعني سهلة وتقدروا تنفذوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.